السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في خيط وغرزة. النهاردة هنكمل دروس أساسيات التريكو للمبتدئين. النهاردة معانا غرزة جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده، وغرزة عملية جدا وما بنستغناش عنها تقريبا كده في أغلب مشاريع التريكو بتاعتنا. غرزة النهاردة هي غرزة البليسيه. غرزة البليسيه في التريكو بتتكون عن طريق دمج الغرزة العدلة مع الغرزة المقلوبة، مع اختلاف الأعداد واختلاف الطرق واختلاف العدد الغرز. النهاردة إن شاء الله هنشرح غرزة البليسيه اللي هي واحدة وواحدة. زي ما انتوا شايفين كده الغرزة البليسيه بتاعتنا بتتميز بان هي بتبقى غرزة استرتش. زي ما انتوا شايفين كده بتمط معانا، يعني غرزة مطاطة أو غرزة استريتش معانا، وعشان كده احنا دايما بنستخدمها في الأساور بتاعة المشاريع بتاعتنا، يعني اسورة جاكيت، اسورة بلوزة أو بلوفر، أو في الكوت من الإطار اللي في تحت في الجواكت والبلوزات بنستخدم برضو الغرزة البليسيه، أو في الكولا. طبعا الكولا في الغالبية بتبقى بطريقة البليسيه أو بغرزة البليسيه، وبتبقى في الشائع بتبقى بالغرزة دي. في طبعا كذا طريقة للبليسيه، يعني بدل واحدة وواحدة بتبقى مثلا 2 عدل و2 مقلوب، أو 3 عدل و3 مقلوب، أو 2 عدل واحدة مقلوب، وهكذا في كذا طريقة للبليسيه. النهاردة هنشرح طريقة واحدة وواحدة اللي هي العينة بتاعتها دي زي ما انتوا شايفينها كده. احنا علشان نشتغل غرزة البليسيه بنستخدم إبرة تكون مقاسها أصغر من مقاس الإبرة اللي هنشتغل بيها المشروع بتاعنا. يعني لو احنا مثلا المشروع بتاعنا هنشتغله بإبرة مقاس 4، يبقى أنا لازم أشتغل البليسيه بتاعي اللي أنا هشتغل بيه أساور الكم أو الكولا أو الكوت بتاع الجاكيت أو البلوزة، بشتغله بمقاس أصغر. بشتغل البليسيه بمقاس 3 علشان يطلع مظبوط معايا ومحبوك أكتر، ويكون الاسترتش بتاعه اكبر، يعني يكون الاسترتش بتاعه اكتر، ويكون مطاط اكتر ومظبوط اكتر في المشروع بتاعنا. زي ما اتفقنا هشتغل ب4 المشروع، يبقى اشتغل البليسيه بغرزة بإبرة رقم 3، وهكذا على حسب الإبرة اللي أنا هشتغل بيها. أول غرزة أنا طبعا جمعت غرز على الإبرة علشان أبدأ المشروع، أبدأ شرح الغرزة بتاعتي. هاخد أول غرزة هسلتها كده من غير شغل، دي غرزة حافة. اللي يهمني أعرف إن غرزة البليسيه بتحتاج دايما عدد زوجي من الغرز، يعني لازم أشتغلها بعدد زوجي. وبعمل حساب غرز الحواف، لو هعمل واحدة في الأول واحدة في الآخر بزود غرزتين، بسلت غرزة الحافة كده وببتدي أشتغل أول غرزة عندي. أول غرزة في البليسيه، في طريقة غرزة البليسيه بتبقى غرزة عدلة. باخد الغرزة العدلة كده والخيط من الخلف. بعد ما بخلصها بجيب الخيط من الأمام وباخد غرزة مقلوبة، بشتغل غرزة مقلوبة. يعني أفهم من كده إن أنا طول السطر الأولاني بشتغل غرزة عدلة وغرزة مقلوبة، واحدة وواحدة، علشان أطلع بالنتيجة بتاعتي وهي غرزة البليسيه بتاعتي. بشتغل واحدة عدلة وواحدة مقلوبة طول السطر الأولاني، بشتغل واحدة عدلة وواحدة مقلوبة، ما بغيرش عن السيستم ده في الشغل. اهو اشتغلت الغرزة العدلة، بطلع الخيط كده وبسلت الغرزة من على الإبرة الشمال، بجيب الخيط من قدام كده وبشتغل الغرزة المقلوبة، لأن اتفقنا إن الغرزة المقلوبة بتبقى دايما الخيط من أمامي، أما في الغرزة المعدولة أو العدلة بيبقى الخيط من الخلف. بشتغل كده، بجيب الخيط من الخلف وبشتغل الغرزة العدلة، واروح مرجعة الخيط من الأمام واشتغل الغرزة المقلوبة. مفيش أي مشاكل، بشتغل واحدة
واحدة لحد نهاية السطر، والغرزة الأخيرة باخدها غرزة حافة بشتغلها غرزة عدلة. خلصت السطر الأول بتاعي بروح للسطر التاني. أول غرزة باخدها غرزة حافة بسلتها كده من غير شغل، وببتدي هشتغل ازاي بقى؟ هشتغل العدلة عدلة والمقلوبة مقلوبة، أو زي السطر الأولاني. بكرر السطر الأولاني بشتغل واحدة عدلة وواحدة مقلوبة، واحدة عدلة وواحدة مقلوبة بالظبط. بكرر اللي حصل في السطر الأول، مش بغير. بشتغل الغرزة العدلة وراها على طول الغرزة المقلوبة، واحدة وواحدة على طول. لو تلاحظوا ان انا بشتغل العدلة عدلة او زي ما انا شايفة قدامي، يعني الغرزة العدلة اخدتها عدلة، والغرزة المقلوبة هاخدها بالمقلوب، اشتغلها غرزة مقلوبة. بجيب الخيط من امامي وبشتغل كده اهو غرزة مقلوبة. هيطلع معاكم نفس النتيجة بالظبط اللي في العينة. ناخد بالنا العدلة عدلة والمقلوبة مقلوبة، واحدة وواحدة زي ما انتوا شايفين كده اهو، لحد ما نخلص السطر بتاعنا. بعمل الغرزة المقلوبة وبرجع الخيط من الخلف علشان اعمل الغرزة العدلة، وبعد ما اعمل الغرزة العدلة بجيب الخيط من امامي واعمل الغرزة المقلوبة. باخد لفة كده بحوط الإبرة وبخرج وبسلت الغرزة بتاعتي من على الإبرة الشمال اهو. باخد العدلة وراها الغرزة المقلوبة لحد ما السطر بتاعي يخلص. هشتغل بالطريقة. وصلت للسطر التالت بتاعي، هبتدي هسلت أول واحدة كده غرزة حافة، هسلتها من غير شغل، وهبتدي هبص قدامي. لو تلاحظوا في فرق بين العدلة والمقلوبة، هلاقي الغرزة العدلة واخدة معايا كده شكل حرف الفي أو الضفيرة اللي فوق بعض، والغرزة المقلوبة واخدة كده تمويجة بالعرض، واخدة تمويج جاية بالعرض شوية. هتلاقي الفتلة جاية بالعرض شوية اهو، الفتلة بتاعت الغرزة المقلوبة جاية بالعرض، انما الغرزة العدلة هتلاقوها واخدة شكل حرف الفي او الضفيرة او شكل السلسلة زي ما انتوا شايفين. من هنا بقى اعرف اميز بين الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة. يعني هتلاقوا الغرزة المقلوبة بارزة كده شوية واخدة تمويجة بالعرض، فانا من هنا بفرق بينهم. انا هاخد بعد غرزة الحافة هبتدي اشتغل السطر بتاعي زي ما انا شايفة قدامي. العدلة بشتغلها عدلة والمقلوبة مقلوبة، او بكرر واحدة عدلة اشتغل الغرزة المقلوبة مقلوبة مقلوبة، والعدلة عدلة زي ما انا شايفة قدامي في الشغل. وعرفنا ازاي نفرق بينهم اهو، واضحة جدا. الغرزة العدلة اللي جاية دي على طول من غير ما افكر هشتغلها مقلوبة، لان الفتلة بتاعتها جاية بالعرض وشكلها بارز ومدي تمويجة. هشتغلها غرزة مقلوبة اهو بسهولة جدا لحد السطر بتاعي ما يخلص. بعد ما نخلص نشتغل جزء وعدد من الأسطر، هتبصوا تلاقوا النتيجة عندكم زي النتيجة دي بالظبط. شايفين الاسترتش، شايفين جمال الغرزة دي. غرزة لا غنى عنها في أساسيات التريكو، لأن بنستعملها وبنستخدمها دايما في الكولا والأساور والكوت بتاع أي مشروع عندي. بتبقى جميلة جدا، وزي ما اتفقنا بنشتغلها بإبرة تكون مقاسها أصغر من الإبرة اللي هشتغل بيها المشروع، عشان الاسترتش بتاعها يكون أقوى وتكون ماسكة نفسها أكتر وتكون مظبوطة أكتر.
نورتوني، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وهستنى تعليقاتكم وتقولوا لي عرفتوا تطبقوها ولا لا. ان شاء الله كلكم تعرفوا تطبقوا الغرزة دي، وان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنكمل شرح غرز جميلة جدا. نورتوني، والسلام عليكم.